السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا اتفرجنا على فيلم الكنز اللي كان بطولة مشتركة بين مجموعة كبيرة جدا من النجوم، واللي كان بيدور في 3 روايات، منهم رواية الملكة حتشبسوت. بس الحقيقة احنا النهاردة حابين ننزل معاكم للقبو بتاعنا تاني من بعد فترة غياب 3 أسابيع تقريبا ما تكلمناش عن التاريخ، وحبينا بما اننا في العيد وكل عام وحضراتكم بخير نجيب لكم حاجة خفيفة للعيد. وما لقيناش اكتر من حتشبسوت تليق للموضوع ده، اللي هو ما خف وزنه وغلى ثمنه. ملكة كانت عايزة تبان قدام الناس ان هي راجل، وده مش كلامي على فكرة، ده موجود في كل كتب التاريخ، وكل التماثيل اللي منقوشة لحتشبسوت هتلاقيها كانت مركبة دقن ولابسة غطاء رأس فرعوني خاص بالرجال، عشان بس محدش من بتوع الفيمينست يقول احنا أهم من مين والراجل أهم من الست والست أهم من الراجل. ده مش موضوعنا أساسا، وفي رأينا الشخصي احنا كقناعة علمية هما الاتنين جزء لا ينقسم، بمعنى ان ما ينفعش الراجل يعيش من غير الست وما ينفعش الست تعيش من غير الراجل، لان هما الاتنين زي البازل مفيش حتة تعرف تعيش لوحدها. ما علينا، وده مش موضوعنا دلوقتي. ونرجع ونقول اننا النهاردة هنفتح كتاب الملكة حتشبسوت، واللي مكتوب عليها اول حاكمة في تاريخ مصر الفرعوني الحديث. حتشبسوت مش هي اول سيدة تحكم مصر، اول سيدة حكمت مصر هي الملكة ميرت نت سنة 2939 قبل الميلاد. في الفصل الأول هنتكلم عن ازاي الناس عرفت حتشبسوت، وهنقول تم اكتشاف مقبرتها ازاي. والفصل التاني هنتكلم عن أصل حتشبسوت والخلاف على العرش، وفيها هنعرف ايه أصل اختلافها مع أخوها على الحكم، وازاي وصلت للحكم وهي واحدة ست. والفصل التالت هنتكلم عن الملك تحتمس التالت وحتشبسوت مع بعض، وفيها هنقول ازاي قدرت تنصب نفسها كحاكمة شرعية للبلاد مش من ورا الستار. وفي الفصل الرابع هنتكلم عن حتشبسوت وحكمها لمصر، وفيها هنقول ايه اللي خلى حتشبسوت تتحب جدا من بين الشعب. والفصل الخامس هنتكلم عن أثر تحتمس التالت في القصة، وفيها هنقول أخينا ده عمل إيه أثناء حكم حماته وعمته ومرات أبوه في الحكم، لأن هي كانت كل ده بالنسبة له علاقة عبثية هزلية من الطراز الأول، وهتفهمه قدام. من غير ما نطول عليكم أكتر من كده، تعالوا بينا ندخل في الفصل الأول معانا النهاردة، وهو اكتشاف حتشبسوت. في القرن التسعتاشر في منطقة الدير البحري في مصر عند منطقة شرق وادي الملوك في الضفة الغربية لنهر النيل، الأثريين اكتشفوا بقايا معبد ضخم متغطي بالكامل تحت الرمل، وكلهم استغربوا من حاجة زي دي. المعبد كله مبني من الحجر الجيري ومتكون من 3 طوابق متصلين ببعض عن طريق منصات طويلة شبه السلالم، طول الواحدة منهم يوصل ل 30 متر. وجوه المعبد فيه شبابيك كبيرة جدا وغرف جميلة وأعمدة وبقايا تماثيل متكسرة وتماثيل لسه سليمة، ده غير كمية نقوش رهيبة من الداخل. وكلهم كانوا مستغربين من مدى براعة المهندس اللي بنى المعبد ده، واللي أكده إنه لازم يكون مهندس عبقري جدا، لأنه مش بس عامله كويس، ده عامله علشان يفضل ثابت مدى الحياة على حسب كلامهم. الغريب بقى إنهم ما كانوش عارفين المعبد ده بتاع مين أساسا، والأغرب من كده هو إنهم لقوا التمثال اللي قدام حضراتكم ده، اللي كانوا مفكرينه إنه الملك تحتمس التالت، لأن اسمه كان متكرر كتير جدا جوه جدران المعبد، وده خلاهم يعتقدوا إن المعبد ده خاص بالملك تحتمس الثالث. واللي خلاهم مستغربين أكتر هو وجود طمس لأحرف معينة وكلمات وصور معينة من على جدران المعبد. ولكن بعد البحث وبعد ما فضلوا ينقبوا ويدوروا حول المعبد، وجدوا خراطيش فرعونية، واللي هي قدام حضراتكم دي، بس طبعا دي كوبي مش أصلية، مكتوب عليها كلمة الملكة حتشبسوت بنت الإله أمون. تعالى بينا بقى أقولك إيه حوار بنت الإله ده في المفتاح الجاي. بس قبل ما نكمل، احنا عارفين كويس قوي والحمد لله ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وان الكلام ده كله مش صحيح. ولكن زي ما قلنا في كل حلقات التاريخ اللي فاتت، احنا مش بنتكلم عن معتقداتنا الشخصية، احنا بننقل التاريخ زي ما هو. وتعالى بينا بقى على المفتاح الجاي، وهو اصل حتشبسوت. عشان نعرف مين هي حتشبسوت لازم نرجع بالزمن لمؤسس الأسرة الثامنة عشر، وهو الملك أحمس ابن سقن رع، الملك اللي طرد الهكسوس زي ما احنا عارفين. من بعد أحمس جه الملك أمنحتب الأول، وبعد أمنحتب جه تحتمس الأول، ودي بقى كانت بداية العك حرفيا. المفروض إن الملك ده اتجوز الملكة أحمس بنت الملك أحمس الأول، أحمس ينفع ولد وينفع بنت زي عصمت ونور والحاجات دي. المهم والسبب في الجوازة دي هو رغبته في إنه يخالط الدم الملكي، لأن ما ينفعش يبقى حاكم إلا لما يتجوز من العائلة الملكة حسب القوانين وقتها. وخلف من الملكة دي 3 ولدين ماتوا وهم صغيرين، وبنت وهي حتشبسوت.
إلى جانب إنه كان متجوز واحدة في السر اسمها موت نفرت، وخلف منها ولد وهو تحتمس التاني. وهنا بقى بدأ العك يظهر. بعد وفاة الملك تحتمس الأول، المفروض إنه بحسب قوانين البلد ممنوع إن السيادة تحكم مصر، ونفس الوقت تحتمس التاني ما ينفعش يحكم لأنه ابن غير شرعي. فالناس هنا في مصر بقى قالوا ايه، احنا نجوزهم لبعض ونريح بالنا. يعني حتشبسوت اتجوزت اخوها الغير شقيق، حاجة في منتهى الاشمئزاز بصراحة. وبعدها حكموا البلاد مع بعض، واللي كان في الظاهر ان تحتمس هو اللي بيحكم البلد، ولكن في الحقيقة حتشبسوت هي اللي كانت ممشية الدنيا، وخلفوا بنتين وهم نفر رع وميرت رع حتشبسوت. وعلى غرار والدهم تحتمس الأول، تحتمس التاني برضه اتجوز واحدة في السر وخلف منها ولد اسمه تحتمس التالت. وبعد ما اتولد الطفل ده بفترة صغيرة جدا مات تحتمس التاني، ورجعت ريما لعادتها القديمة، ما ينفعش حتشبسوت تحكم لأنها واحدة ست. ونفس الوقت تحتمس التالت ما ينفعش يحكم لسببين، أولا هو لسه صغير، ثانيا لأنه الابن الغير شرعي للحكم. فتم خطبة بنت حتشبسوت لتحتمس الثالث وإعلانه كملك للبلاد وهو عنده سنتين فقط تحت وصاية حتشبسوت. يعني هي هتمشي الدنيا لحد ما يكبر ويتجوز بنتها ويمسك الحكم. يا سلام على الحلول الجميلة دي. يعني كده حتشبسوت بالنسبة لتحتمس الثالث هي مرات أبوه وعمته لأن هي أخت أبوه، وحماته لأنها أم البنت اللي هيتجوزها اللي هي أصلا أخته من نفس الأب وهو تحتمس الثاني. مسرحية سخيفة وبائسة لأبعد الحدود. قبل بس اما نكمل، احنا مش بنقلل من التاريخ الفرعوني، ولكن احنا بنقلل من المعتقدات الدينية الخاطئة اللي كانت عندهم. تعالى بقى اقولك في الفصل الجاي ازاي حتشبسوت طردت حتمس الثالث من الحكم واستقلت بالحكم لنفسها. بالرغم من ان تحتمس الثالث بعد ما كبر شوية وبقى هو الحاكم الفعلي للبلاد زي ما قلنا، الا ان حتشبسوت كانت باعتبارها الوصية عليه كانت هي المتحكمة في كل حاجة في البلد تقريبا. كانت هي اللي بتترسم على جدران المعابد وهي بتقدم القرابين لآمون، وتحتمس الثالث كان دايما يترسم وراها او بيترسم بعديها. السخرية الأكبر بقى إن أغلب الشعب والسياسيين ورجال الدين اللي كانوا معاها وبيدعموها كانوا من أهم كبار الدولة. يعني مش بس الناس اللي كانت بتحبها، ده كمان الناس الكبار كانوا بيحبوها. وده السبب في إنه طمس الأسامي والحروف اللي كانت موجودة باسمها جوه المعبد، عشان مش عايز يفتكر إنه كان رقم 2. وبعدها ب7 سنين طردت الملك فعليا من الحكم، وكسرت كل قواعد البلاد وعينت نفسها كأول حاكمة لمصر تحت لقب فرعون، لأن الملكة ميرت نت ما كانتش واخدة لقب فرعون. والحكاية اللي خلت الناس تسمعها وتآمن بيها إنها قالت إن الملك آمون كبير آلهة مصر تجسد في صورة أبوها الملك تحتمس الأول وخلفها من أمها الملكة أحمس، وعليه هي بنت الإله آمون. وأبوها آمون ده جالها في الحلم وقال لها إنها تنفذ وصيته وتطرد تحتمس الثالث من الحكم وتعين نفسها كحاكمة للبلاد. وده طبعا خلى المصريين في زمانها يحبوها جدا جدا، لدرجة إن هم قالوا لها سمعا وطاعة، لأن البلد وقتها كانت في حالة جهل ديني يفوق كل البشر حاليا. وعشان تشيل الحاجز بينها وما بين الشعب خلتهم ينحتوا ليها تماثيل وهي لابسة المئزر الرجالي ومركبة دقن ولابسة غطاء رأس رجالي. تعالى بقى احكي لك في الفصل اللي جاي ايه اللي عملته اثناء حكمها لمصر. حتشبسوت لما حكمت البلد كانت مهووسة بالأبنية والعمار والتجارة، وأكبر مسلات في مصر كانت في عهدها بما فيهم المسلة الناقصة اللي موجودة في محاجر أسوان، واللي هي أكبر مسلة في العالم بطول 40 متر ووزن ما يعادل 1000 طن، واللي فضلت محيرة العلماء سنين طويلة، لدرجة إن هم بعد ما اكتشفوا السبب اتحيروا أكتر إن هم إزاي الفراعنة عرفوا السبب ده. والسبب يا سيدي ببساطة هو إن كان في شرخ جوه المسلة تم اكتشافه بواسطة موجات السونار. لو كانت المسلة دي كملت وقامت ساعتها كانت هتنهار بعد كام سنة بسيطة، ما كانتش هتطول لحد النهاردة. الفراعنة بقى عرفوا الكلام ده منين؟ الله أعلم. ومن أشهر الأمور اللي اتعملت في زمانها هو المعبد اللي اتكلمنا عنه في أول الحلقة، واللي عمل المهندس المصري سننموت، واللي كان عليه جدل كبير جدا في التاريخ لأنه كان قريب منها جدا على الرغم من إنه مش ملك الدم ولا له علاقة بالملوك أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. زائد إنها ادت له أكتر من 40 لقب تشريفي وخلته المعلم بتاع بناتها كمان. وفي أكتر من تمثال موجود في المعابد لسننموت وهو حاضر بنت حتشبسوت وأكنها بنته، وده اللي خلى الناس والمؤرخين وقتها يقولوا إن أكيد في علاقة غرامية ما بينها وما بينه، وإن ممكن البنات دول يكونوا ولاده مش ولاد تحتمس التالت. ولكن اللي خلاهم يقولوا إنه صعب هو إن بعد وفاة نفر الرع بنت حتشبسوت اختفى سننموت تماما، والناس وقتها قالت إن هي قتلته.
وبعدها بفترة أما وصلت حتشبسوت لسن ال50 اتوفت بسبب سرطان العظم، وناس كتير قالت إنها ماتت بمرض السكري. وتعالى بقى أقولك في آخر فصل معانا النهاردة، تحتمس التالت كان فين من كل اللي بيحصل ده؟ الحقيقة إن تحتمس التالت من أكتر الملوك اللي قصتهم غامضة في التاريخ، بسبب إن كان في ناس بتقول إن هو وحتشبسوت على عداء شديد مع بعض، لأنها شالته من حكم مصر ويادوب خلته قائد الجيوش. والأهم من كل ده إنه هد التماثيل بتاعتها بعد ما ماتت، وأنهى على كل حاجة تدل على وجودها. ولكن تاريخيا الكلام ده غير صحيح تماما، لأن حتشبسوت لو كانت عايزة تخلص منه ليه ما خلصتش منه وهو طفل صغير، أو حتى كانت أمرت بنفيه أو عزله أو قتله وهو كبير؟ ما هو طول عمره تحت إيديها. ولو كان هو كمان عاوز يخلص منها ليه ما امرش الجيوش اللي كانت تحت ايده ان هم يهدوا القصر بتاعها ويقتلوها هي والكهنة؟ وساعتها هيعرف ينفرد بالحكم بجد. ضيف على كده ان تحتمس الثالث حكم البلاد ازيد من 30 سنة، وحكاية هدم المعبد دي حصلت في اخر 5 سنين من حكمه، يعني بعد وفاة حتشبسوت بربع قرن تقريبا. وده اللي خلى الناس لحد النهاردة مش عارفين هو عمل كده ليه، والناس لحد النهاردة برضه مش عارفين العلاقة اللي كانت ما بينه وما بين حتشبسوت كانت عاملة ازاي. هل بيعتبرها أمه لأن هي اللي ربته، ولا كان معتبرها عدوته لأن هي شالته من حكم مصر؟ بكده نكون عملنا اللي علينا وعرفناكم كل حاجة خاصة بحياة الملكة دي، وحابين نقول لكم كل عام وانتم بخير جميعا، وعيد مبارك عليكم وعلى أسركم بإذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.